السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بجمهور الكرة المصرية وعشاق الفارس الأبيض. معادنا مع مواجهة جديدة في مشوار الدوري المصري الممتاز، الزمالك وحرس الحدود ضمن منافسات الموسم الحالي. المباراة هتكون يوم الجمعة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، ودي مواجهة مهمة جدا. الزمالك داخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه الإيجابية مؤخراً، وبيسعى يواصل الانتصارات ويحصد ال3 نقاط عشان يقرب أكتر من القمة، خاصة مع ضغط المباريات في الفترة الحالية. الجهاز الفني مركز جداً على تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، مع الاعتماد على القوة الهجومية وصراعة الفرص اللي دايماً بتكون سلاح الزمالك في المباريات الكبيرة. في المقابل، فريق حرس الحدود داخل المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية قدام واحد من أقوى فرق الدوري، وبيعتمد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، وده ممكن يخلي المباراة تكتيكية وصعبة. المباراة هتتنقل مباشرة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء. قولوا لنا في التعليقات تتوقعوا النتيجة كام؟ وهل الزمالك يحسمها ولا حرس الحدود يعمل المفاجأة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.